لو بتلعب 1000 تمرين معدة باليوم، ولو بتعرق من الصبح للمساء، انت بس عم تحرق من الطاقة يلي اكلتها اليوم. جسمك ما بيفهم انك متضايق من شكل بطنك، جسمك بيفهم لغة واحدة: إدارة الطاقة. يعني لما تدخل على جسمك أكل زيادة عن حاجته اليومية، وين بيروح هذا الأكل؟ أول شي بيروح دغري على الكبد. الكبد هو العقل المدبر ومركز المعالجة الرئيسي بجسمك، وأول ما يوصلوا هذا الفائض بيبدأ يخزنه على شكل طاقة سريعة. بس مخازن الكبد إلها سعة محددة وسريعة الامتلاء، وأول ما تفول هالمخازن الكبد بيتحول فورا لمصنع بيحول هاي الطاقة الفائضة لدهون ثلاثية. وهون بتجي الصدمة. علميا وفيزيولوجيا منطقتك الوسطى هي أقرب وأسهل مستودع طوارئ مجاور للكبد وللأوعية الدموية تبعه. يعني بدل ما الكبد يتعب وينقل هاي الدهون لأطرافك أو لكتافك، بيرميها فورا بأقرب أرض فاضية جنبه يلي هي بطنك وخواصرك. وطول ما هذا المصنع عم يصنع ويرمي دهون جديدة، لو بتلعب 1000 تمرين معدة باليوم، ولو بتعرق من الصبح للمساء، انت بس عم تحرق من الطاقة يلي اكلتها اليوم. بينما الدهون القديمة المحبوسة ببطنك لساتها محمية ومقفول عليها بمستودعات الطوارئ. فالفخ الكبير يلي بيوع فيه اغلب الشباب لما بيعرفوا انه الاكل الزايد بيروح للكبد وبيتحول لدهون، هو انهم بيروحوا وبيعملوا حرمان مفاجئ، بيقطعوا الاكل وبيقولوا او بيفكروا انهم هيك عم يجبروا جسمهم ينزل دهون.